ما انا مش طول الوقت هرضي العملاء. طب ما في ناس مش راضيه بالفعل. طبعا دي حاجه بتقابلني كتير جدا، ناس بتيجي تسالني تقول لي اعمل ايه مع العميل الغضبان ده. العميل دوري رقم واحد ان انا احتويه، اعرف ايه مشكلته بالظبط، هل فعلا انا متسببه في الشكوى اللي هو بيشتكيها او الغضب اللي هو غضبانه ده. لازم احتويه الاول واعرف ايه مشكلته بالظبط واعرف احتياجه، يمكن انا مش ملبي احتياجه. طبعا بيبقى في عملاء ما عندهاش حق في اللي هي بتطلبه، او هي مثلا عملاء غير راضيه، او هي ترابل ميكر اللي دايما بتفتعل مشاكل. طيب انا لقيته ملبي احتياجه وهو مصر على انه هو يعمل مشكله، طبعا بيهددني انا هعمل ريفيو وحش وهعمل كده. طبعا بقينا نواجه ده كتير جدا، ان كل عميل مش راضي عن الخدمه يقول لك انا هعمل ريفيو مش حلو. لو فضل مصر على رايه خلاص احنا بنرجع لتقييمات العملاء. هنا انت نسبه رضا العملاء عندك قد ايه؟ هل انت مكان كل شويه حد يشتكي منه؟ لازم تكون واضح وصريح مع نفسك، تراجع نفسك وتراجع خدمه العملاء بتاعتك. لو انت مكان كويس ومعدل الريفيوهات ووجود الناس عندك والتقييمات كويسه بالنسبه لك، فانت خلاص تجاهل العميل ده.